تفتكر إيه الفيلم اللي جمع رواد السينما والمسرح في مصر في مشهد واحد؟ مساء الخير، أنا مي وهحكي النهاردة عن فيلم غزل البنات. سنة 1949 وتحديدا يوم 22 سبتمبر بيصدر فيلم غزل البنات في السينمات لأول مرة عشان تشهد السينما المصرية حالة فريدة ما اتكررتش قبل التاريخ ده، ويمكن ما اتكررتش تاني لحد النهارده. بتحكي ليلى مراد إن فيلم غزل البنات نتج عن صدفة حصلت بينها وبين نجيب الريحاني في بهو عمارة الإيموبيل، الصدفة اللي تحمس ليها الجميع ونتج عنها فيلم بنستمتع بيه لحد النهارده ومتكررش زيه تاني. فيلم غزل البنات بيحتل المركز التاسع في قائمة أفضل فيلم مصري. تيجوا نعرف ليه؟ يلا. الحقيقة إن العظمة كانت بتبتدي من بداية تتر الفيلم، لأن التتر ما كانش مجرد شارة بتتضمن أسماء الممثلين، لكنه كان زي بوابة لدخول عالم ساحر. والحقيقة إن دي مش مبالغة، لأن فعلا التتر كان مهيب جدا، وربما ده يكون بسبب المقطوعة الموسيقية اللي خصصها محمد عبد الوهاب لموسيقى التتر، وده كان بيدل إن الفيلم كان متقن الصنع من أول التتر لحد نهايته. وبما إن فيلم غزل البنات فيلم غنائي من إبداعات الموسيقار محمد عبد الوهاب والشاعر حسين السيد، فبيبدأ الفيلم بأغنية اتمختاري وتميلي يا خير، ومن خلال الافتتاحية دي بنتعرف على شخصية ليلى بنت الباشا، ليلى المدللة التي تريد الغناء وركوب الخيل، ونظرتها المتفائلة للحياة وإقبالها عليها. بيحكي الفيلم عن الأستاذ حمام اللي كان دايما ساخط على الدنيا لأنه دايما بيلازمه سوء الحظ طول الوقت، فلما بيطرد من المدرسة اللي كان شغال فيها وبتجيله فرصة إنه يدرس لغة عربية لبنت الباشا، من أول دخوله القصر بيتخانق مع الباشا ذات نفسه لأنه بيعتبره بالجنايني وبيكلمه بطريقة ما تليقش بيه، وبعدها بيتم اتهامه بسرقة ساعة ألماس بتخص بنت الباشا ويطرد من الوظيفة من قبل ما يشتغلها أصلا، لحد ما بيصعب حاله على ليلى بعد ما تلاقي الساعة وبتكتشف إنها ظلمته، وبتقرر إن هي تساعده وتقنع والدها الباشا بإن هو فعلا اللي يدرس لها لغة عربية، وبيحصل فعلا. وفي خلال رحلة التدريس لليلى بتتحول نظرته الساخطة للحياة من كده دنيا، انا بدي اهربد الدنيا، بدي اهرس الدنيا، هربدت لي على ستي. نظرته كده. ايه المعنى الحلو اللي عمالين يشرحوها دي؟ اوهو، انت بقيت شاعر. ايوه شاعر. الأستاذ حمام بيقع في حب ليلى بنت الباشا، ونظرته للحياة بتتغير تماما، وبيحس إنه بيعيش الدنيا لأول مرة لحد ما بيفوق على كابوس إنها بتحب حد تاني. ومش بس كده، الحد ده كان نصاب وبيستغلها، وفي الحالة دي بيحاول الأستاذ حمام إنه ينقذها منه بكل قوته، لكن للأسف خلال رحلة الإنقاذ دي بيقدمها بنفسه للطيار وحيد، واللي بيقوم بدوره أنور وجدي، وبتقع ليلى في حبه وبتوافق فعلا إن هي تتجوزه. وهنا بينسحب الأستاذ حمام وبيضحي بحبه وسعادته عشان ليلى تعيش سعيدة. وبعد ما كان بيظن إن سوء الحظ تخلى عنه وإن الدنيا بدأت ترضى عنه، إن تميمة سوء الحظ بترجع تلاحقه تاني، أو هي بالفعل لم تتركه لكنه غفل وفاق على الحقيقة، لكن المرة دي كانت بشكل أقصى من كل مرة، بيلازمه سوء الحظ في مشاعره وحبه الليلة اللي مستحيل تكون من نصيبه. بهذه القصة اللي تبدو بسيطة أشار الفيلم لقضايا كتير ومهمة زي الفقر اللي كان بيتجلى في شخصية الأستاذ حمام المدرس البسيط اللي مش قادر يحصل على فرصة يعبر بيها عن نفسه، لكنه بيظل محتفظ بكرامته حتى وهو في قمة الإحباط. كمان أشار الفيلم للفوارق الطبقية وقد إيه الدنيا غير عادلة، وده بيتجلى في المشهد اللي الأستاذ حمام بيكتشف فيه إن ممكن يكون في موظف ياخد أجر 30 جنيه نظير رعايته لكلب، حين إن هو معلم وبيربي أجيال وبيكون مرتبه بس 6 جنيه. 30 جنيه؟ انا لو من 18 سنه بعلم كلاب كنت دلوقتي من الاعيان. وده كمان بيوضح قد إيه مكانة المعلم مهانة ومستهان بيها، رغم إنها المهنة اللي بتبني الإنسان والمجتمع. ونظرة الأغنياء نفسهم للعلم وقيمة الشهادة، لأن خبر سقوط ليلى في اللغة العربية لما بيمر على الخدم الأول بينظروا للأمر باستهانة شديدة وبيقولوا إيه يعني ما هي مش محتاجة الشهادة في كل هذا الغنى والحياة المترفة لأنها مش محتاجة تتوظف. والحقيقة إنه ده بيطرح سؤال مهم: هل الإنسان بيتعلم لمجرد إنه يحصل على وظيفة ولا بيتعلم من أجل العلم ذاته؟ والحقيقة إن الفيلم قدم الإجابة: العلم بيتحول لمجرد واجهة اجتماعية في حالة الغنى والبذخ الشديد، لكنه أوقات بيكون ضرورة للفقير عشان يحصل على وظيفة ويتغلب بها على فقر. كل القضايا دي ناقشها الفيلم بدون خطابة ومن غير مباشر، كل ده بجانب القصة الرئيسية اللي بتوضح معاناة الحب من طرف واحد والحب الغير متكافئ، والتضحية في الحب اللي بتأكد على إن الحب من غير أمل أسمى معاني الحاجات. لأن قصة حب الأستاذ حمام لليلى كانت مؤثرة ومليئة بالوجع، حب صامت نقي خالي من الامتلاك والأنانية، عشان تنتهي القصة بنهاية واقعية بتتمثل في انسحاب نبيل
واعتراف بإن الفوارق الطبقية أقوى من المشاعر. وما كانش فيه أبلغ من أغنية عاشق الروح اللي غناها الموسيقار محمد عبد الوهاب من كلمات الشاعر حسين السيد عشان تعبر عن مأساة البطل والمعاناة الكبرى اللي بيطرحها الفيلم، واللي كانت الأغنية السابعة والأخيرة في سيمفونية فيلم غزل البنات. لأن الأغاني في الفيلم ما كانتش مجرد فواصل، لكنها المشاعر اللي ما اتقالتش، كانت بتقول اللي الشخصيات مش قادرة تقول في أبهى صور توظيف الأغاني على الإطلاق. والحقيقة إننا لما بنتأمل الأغاني بداية من مختار يخيل في بداية الفيلم ولحد آخر أغنية اللي هي عاشق الروح، بنلاحظ إنه قد إيه الشاعر الغنائي الكبير حسين السيد قدم مجموعة أغاني متنوعة محصلتش قبل كده. فمع بداية دروس اللغة العربية كتب أبجد هوس اللي استخدم فيها مصطلحات اللغة العربية بشكل ساخر ولطيف جدا بلغة النهاردة كرييتيف. ولما الأستاذ حمام بيقع في حب ليلى وبتبتدي الدنيا تحلو في عينيه كتب الدنيا حلوة. مرورا بالحب جميل ومليش أمل لحد ما بنوصل لعيني بترف الأيقونة. في الأغنية دي كتب حسين السيد حوار غنائي ودويتو درامي بكلمات مستوحاة من الموروث الشعبي المصري، وده اللي خلاها قريبة جدا من وجدان الجمهور لحد النهاردة. وتكمن عبقرية محمد عبد الوهاب في تطويع لحن يعتمد على الإلقاء الغنائي يستوعب التباين الصوتي بين ليلى مراد ونجيب الريحاني والعرب والقدرات الغنائية المحدودة. والحقيقة إن التباين ده خلق حالة مذهلة لسه عايشة لحد النهاردة، وخير مثال لنموذج السهل الممتنع في الموسيقى المصرية. وفي الجزء ده بيقول عبد الوهاب إنه اتفاجئ بموهبة نجيب الريحاني الفذة أثناء تسجيل الأغنية، لأن عبد الوهاب أصر إنه يستخدم في طبقات الأغنية طبقات القرار اللي تناسب الصوت المحدود لنجيب الريحاني لأنه مش مغني. لكن ده ما عجبش نجيب الريحاني، وبيحاول في الأغنية إنه يعلى بصوته ويغني من طبقات الجواب. بيذهل محمد عبد الوهاب من إبداع نجيب الريحاني وبيقول إنه أرتيست حقيقي صدر غناه من إحساسه، علشان كده الأغنية لسه عايشة لحد النهاردة. غزل البنات جمع كم من النجوم محصلش قبل كده، فلما بنيجي نتأمل التتر هنتخض من أسماء الممثلين، بداية من اسم منير مراد الممثل والمغني والملحن العبقري واللي ظهر اسمه كمساعد إخراج في بدايته، ولحد أسماء زي محمود المليجي، ستيفان روستي، زينات صدقي، فريد شوقي في بداياته، واللي اجتمعوا في مشهد واحد بس طول الفيلم. ظهرت الفنانة هند رستم ككومبارس صامت ورا ليلى مراد في أغنية اتمختار يا خيل، وكمان اسمها ما اتكتبش على التتر. كل ده كان بجانب كمان ظهور واحد من أعظم عازفي الكمانجا الأستاذ أنور منسي، واللي ظهر كسولو كمان في بداية أغنية ماليش أمل، واللي أصر عبد الوهاب على ظهوره هو تحديدا ووصفه بأنه واحد من أمهر العازفين. لكن الحقيقة أن أكتر ظهور كان صادم وغير مألوف وغير متوقع هو الظهور الأسطوري لصاحب العزة كما كتب على التتر عميد المسرح العربي الأستاذ يوسف وهبي. طيب ليلى مراد بتغني مع نجيب الريحاني، نجوم كتير بيجتمعوا في مشهد واحد زي ستيفان روستي ومحمود المليجي وفريد شوقي وزينات صدقي، عمالقة الشعر والموسيقى بيكتبوا للفيلم. يوسف وهبي ومحمد عبد الوهاب بيظهروا كضيوف شرف بشخصيتهم الحقيقية لأول مرة في السينما. كل هذا الكم من الأفكار بره الصندوق من قبل ما يخترعوا الصندوق. كل هذه الأفكار المجنونة كانت من خيال مين؟ الإجابة أنور وجدي، المخرج والمنتج والمؤلف والممثل والمخطط العبقري صاحب العقلية التسويقية الفذة. في ناس بتعتقد إن أنور وجدي هو البطل اللي بيطلع يتخانق في آخر الفيلم وشعره بيتنعكش وبينقذ البطلة من الأشرار. الحقيقة إن أنور وجدي ما كانش بالسطحية دي أبدا، لكنه كان صاحب عقلية فذة في صناعة السينما، بدليل إنه حشد أكبر قدر من النجوم في فيلم واحد في وقت ما كانش ده مألوف ولا اتعمل قبل كده. أنور وجدي قرر يعمل فيلم يجمع فيه رواد المسرح العربي يوسف وهبي ونجيب الريحاني مع رائد الموسيقى وقتها محمد عبد الوهاب مع أهم وأكبر نجمة وقتها ليلى مراد. كل ده كان بميزانية هي الأضخم وقتها عشان يقدر يجمع كل عناصر القوة دي ويضمن نجاح خرافي منقطع النظير. مش بس كده، ده كمان قدر يقنع الموسيقار محمد عبد الوهاب بفكرته لأنه كان شريكه في إنتاج الفيلم. إصراره ده وصل لدرجة خلته يوافق على أجر يوسف وهبي اللي وصل ل1000 جنيه، وهو أجر فيلم كامل وقتها مقابل مشهد واحد بس هيظهر فيه يوسف بيه وهبي بشخصيته الحقيقية، وده اللي عمره ما حصل قبل كده. ومش بس يوسف وهبي، لكنه كمان أقنع نجيب الريحاني بالعودة للتمثيل من تاني بعد ما كان اعتزل وقرر إنه يكتفي بالمسرح. ومش بس نجيب الريحاني، لكنه كمان قدر يقنع محمد عبد الوهاب وده من خلال ليلى مراد بالظهور في الفيلم بعد ما كان اعتزل تمثيل الأفلام تمام. فلما طلبت منه ليلى مراد الظهور في الفيلم رفض محمد عبد الوهاب وقال إنه مبقاش بيمثل، لكن ليلى مراد أقنعته وقالت له إنه مش هيمثل
هو هيظهر كمغني بشخصيته الحقيقية. بالفعل ظهر محمد عبد الوهاب في أغنية عاشق الروح، وبالفعل بيقدر أنور وجدي إنه يقود كل هذه الكوكبة من النجوم، وبيبروز قصة الفيلم البسيطة بإخراج رائع وسابق عصره في كل تفاصيل الفيلم. فبنلاحظ إن كل أغنية في الفيلم كانت بمثابة فيديو كليب بلغة العصر دلوقتي، لأنه ما كانش بيتعامل مع الأغاني على إن هي مجرد فقرة المطرب بيغني والكاميرا ثابتة على وشه بشكل ممل. بالعكس، كل الأغاني كانت جزء من الحدث وبتخدم الدراما، واستخدم لوكيشنات كتير وتغيير كتير ما بين تصوير داخلي وتصوير خارجي ورقص وأزياء واستعراضات. كل شيء كان بيؤكد إن أنور وجدي مخرج عبقري. الحقيقة إن كل هذا المجهود وكل العوامل الخارقة دي لم تكن لتنجح لولا درة التاج الأستاذ نجيب الريحاني. حابة كمان أوضح قبل أي حاجة إن نجيب الريحاني ما كانش بيشارك في الفيلم كممثل بس، كاتب للحوار بمشاركة المبدع بديع خير. الحقيقة إنه مفيش تعبير يقدر يوصف عظمة أداء نجيب الريحاني قد إنه صادق. كان فنان حقيقي يمتلك تجربة فريدة ساهمت في تشكيل وجدان. في لقاء مع الموسيقار محمد عبد الوهاب بيحكي إن المشهد اللي بكى فيه نجيب الريحاني في نهاية الفيلم على أغنية عاشق الروح لم يستخدم قطرة الجليسرين زي كل الممثلين عشان يقدر يبكي، لكنه اختلى بنفسه وتذكر همومه ومأساته اللي كانت كفيلة تخليه يبكي بالشكل المؤثر ده. دموع حقيقية خرجت منه بمنتهى الصدق، عشان كده صدقت وأثرت في الناس لحد النهاردة. قد إيه المعاناة ممكن تكون مهمة في تشكيل وجدان الفنان، ولأي مدى ممكن إنها تثري الروح والموهبة وتمتعنا بأداء منفرد زي ده. طول الفيلم بنندهش من قدرة نجيب الريحاني على التأرجح بين الضحك والبكا، فبنلاقيه وصل لقمة سعادته مع ليلى في مشهد العربية الأيقوني. عشان انت انكوي من النار ولا احدثتي وادخل جهنم وانتوي واسرقون يا دهوتي. وبعدها بنلاقيه في أقصى مشاهد انهياره لما ليلى بتعرف حقيقة حبه ليها وبيقرر يضحي بحبه من أجل سعادتها. وأرجوك تسامحي وكوني تبعت بي أمل ما كانش صحي زيي بفكر فيه أبدا أبدا. وقالت ليلى مراد عن المشهد ده إنه تعاد كتير جدا لأنها كانت بتبكي كتير جدا وبتحس إن هي زي ما تكون بتودعه فعلا ومش هتشوفه تاني. وبالفعل بيموت نجيب الريحاني أثناء تصوير الفيلم وقبل تصوير المشهد الأخير تحديدا، وبيختار أنور وجدي بذكاء شديد مشهد النهاية من مشهد العربية، وده بدل من مشهد القصر اللي كان من المفترض إن ينتهي بيه الفيلم لولا وفاة نجيب الريحاني. بينتهي الفيلم على وجه نجيب الريحاني في مشهد لا يوصف. صحيت هنايا فداه وحعيش على ذكراه. بيودع بيه جمهوره وبيختم بيه مشواره الفريد. بينتهي فيلم غزل البنات، المعجزة السينمائية التي لم ولن تتكرر. بينتهي فيلم غزل البنات، الفيلم اللي سبق عصره، المعجزة السينمائية التي لم تتكرر. والحقيقة إنه ما كانش ممكن نحصل على نهاية أفضل لمسيرة نجم استثنائي زي الضاحك الباكي نجيب الريحاني. دي كانت الحكاية من البداية للنهاية. استنوني الأسبوع الجاي في حكاية جديدة مع مي تحت.